طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية والمسهل بأهم وأبرز العناوين. إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تقيم برامجها. قرص آلاف من شتل الأشجار بإقليم عنسبة. مكتبة جبهة في عنسبة والجنوب يقيمان أنشطتهما السنوية. تسونامي يؤدي بحياة المئات في إندونيسيا. تركيا ترسل تعزيزات للحدود السورية. وماكرون يزور الجنود الفرنسيين في قوة برخان في تشاد. مرحبا بكم. قائمة إدارة إقليم شمال البحر الأحمر في 21 والثاني من ديسمبر الجاري بأن برامج حفظ المياه والتربة الجارية عبر المشاركة الجماهيرية الواسعة متمثلة في مكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المنجرفة ومضاعفة الإنتاج والإنتاجية حققت نتائج جيدة. وفي الاجتماع التقييمي الذي قدمت فيه تقارير البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والزراعية والبنى التحتية وغيرها، بحث المجتمعون بإسهاب الإيجابيات والقصور والتحديات. وأوضحت التقارير بإنجاز أعمال ناجحة في استصلاح مساقط المياه والأعمال المنجزة عبر الطاقة البشرية والسيران والآليات الثقيلة بشكل جزئي، وصيانة الحواجز المائية في 17,000 هكتار بالأراضي الزراعية في مديريات نقفة وأفعبت وشعب وجندع وفورو ومصوع، إضافة إلى بناء مدرجات بطول 64,000 متر. وفيما يتعلق بالمهام المنجزة في ضمان والتقليل من إشكالية مياه الشرب الصالحة، وصلت مشاريع المياه المشيدة في قلعالو وإيرافايلي إلى مرحلة الاكتمال، ورفع قدرة تخزين الحفائر في مناطق اندلال وباغلا وماريت ومعو ولابا. كما أوضح بنفوق الحياة البرية أو الحيوانات البرية في مديرية قلعالو، وخاصة الغزلان والنعام وحمير الوحش بأسباب غير معروفة. وأشار التقرير المقدم فيما يتعلق بالتنمية الزراعية إلى زراعة 15,000 هكتار بخريف المرتفعات و33,000 هكتار بالخريف البحري، حيث بلغت أنواع الحبوب المختلفة النامية في 27,000 هكتار وضع جيد، بالإضافة للسيطرة على ظاهرة دودة الحشد الخريفية بجهود الخبراء الزراعيين والمزارعين. وبخصوص المجال الصحي والتعليمي، أفاد التقرير بإنجاز أعمال فعالة في ضمان الخدمات الصحية من حيث الانتشار والجودة، فضلا عن النظافة البيئية الأهلية، واختتام بناء عيادة إلى بابو في مديرية أدوبحة، وافتتاح مؤسسات تعليمية في مناطق الرحل، وبدء تقديم خدمات تعليمية وسير العمل لتعليم الأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد عبر برنامج عريوت. وفي الختام قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها اتخاذ خطوات عملية للتعرف على أسباب نفوق الحيوانات البرية، وبذل جهود حسيسة منسقة لإلحاق الأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد والعمل المضاعف لتعزيز ضريبة الأراضي والزراعة والماشية، بالإضافة لتعزيز المساهمة في المهام الجارية للحد من الأمراض المعدية وغيرها من الآراء والمقترحات. وألقى حاكم الإقليم العميد تخل لبسو كلمة الختام، والتي ذكر فيها بتنفيذ معظم البرامج الموضوعة، مشددا على العمل المضاعف بروح عالية وانضباط قوي لمزيد من الإنتاجية. كما أشار السيد الحاكم إلى أن تنظيم انتخابات المحاكم الأهلية واختتام عملية بناء المؤسسات الصحية والتعليمية التي توجد على قيد الإنشاء من أهم برامج العام المقبل، داعيا إلى تعزيز العمل المنسق لإنجازها. شهد العام 2018 في إقليم عنسبة قرص أكثر من 721 ألف شتلة من أصل 954 ألف شتلة تم إعدادها في مراكز الشتول المنتشرة في الإقليم. ووفق تقارير الإقليم، فإن الشتول المغروسة تمثلت في تعويض الأشجار المعرضة للأضرار، وكذا الأشجار المثمرة والزيتية وأشجار أخرى. وتم الإشارة إلى أن ثقافة قرص الشتول المترسخة لدى المواطنين في مزارعهم ومنازلهم وتعزيز الفهم السائد حول أهمية المراعي تلعب دورا كبيرا في قرص الشتول والأنشطة الجارية في حفظ الأشجار. وذكرت التقارير بأن مديريات هابرو، حقات والتكليزان وأصمات
وكرن من المديريات التي تشهد على مستوى الإقليم عمليات القطع الجائر للأشجار، فيما توجد مديريات قلب، حلحل، حمل مالو، وعلى برعد في وضع جيد من حيث المحافظة على الأشجار. وتشير مستندات إدارة الإقليم إلى وجود أكثر من 20,000 كيلومتر من المراعي و13,000 من المحميات. عقدت مكاتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليمي عنسبة والجنوبي اجتماعات في 21 من ديسمبر الجاري لتقييم التطور السياسي والتنظيمي والإداري وغيره من المجالات المرتبطة به، إضافة إلى التجارب المكتسبة من البرامج المنفذة ونتائجها. وألقى حاكما الإقليمان كلمات أوضح فيها بأن تطور عمل وجهود المواطنين وإن الجبهة كانت تسعى جاهدة لتنشئة هذه القيم وغيرها، داعين منح المهام الجارية لتوسيع وتقوية فروع الجبهة اهتماما كبيرا. كما أشار سكرتير الجبهة في الإقليمين إلى أن التنظيم الكف والواعي يوجد مجتمعا متحضرا ومتطورا يدافع من أجل ضمان المصالح المشتركة، موضحين بأن تقوية سبل التنظيم والتأطير تتطلبه المرحلة الآنية. وقدم المشاركون من جهاتهم آراء وتوصيات من ضمنها تقوية البرامج السياسية والتعليم والقيام بصيانة اللازمة لخدمات المواصلات وغيرها من الآراء والتوصيات. يجري سكان منطقة موشا بمديرية حمل مالو بإقليم عنسبة أنشطة نفيرية واسعة لبناء وصيانة الحفائر، وذلك لإسراء وتنمية المياه الجوفية بحفظ المياه وحماية التربة. وأوضح السكان بأن الهدف من النفير هو من أجل مكافحة أراضيهم من التصحر، وكذلك منع السد الذي شيد قبل 8 أعوام ويعد مصدر مياه شرب صالحة لهم ولماشيتهم من الامتلاء بالطمي. ونشد السكان لتسريع سبل يحصلون من خلالها على دعم أجهزة الصيد وتنظيم دورات تأهيلية تساعدهم للاستفادة الجيدة من الأسماك النامية في السد. وأشارت المشرفة على الأنشطة النفيرية المهندسة يردانوس سخلي إلى أن السكان قاموا ببناء مدرجات مائية بأعلى سد موشا من أجل مكافحة السد من الامتلاء بالطمي فضلا عن صيانة الحفائر. كما أفادت مراسلة إيرنا بأن سد موشا الذي يخزن في الوقت الحالي مياه كافية ينمو أسفله أكثر من 4 هكتارات بالخضار والفاكهة. قام مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية مايمنة بتأهيل المعاقين والأسر المحتاجة بالماشية. وأشار مسؤول المكتب السيد يماني أمينة إلى الدعم المقدم لمساعدة تلك الأسر، وذلك من أجل بداية مشوارها بالاعتماد على الذات، حيث تم صرف 10,000 نقفة لكل أسرة، وتشتمل المساعدات عامة على 128 من الأغنام والماعز و8 من الأبقار. وفي الرسالة التي أوضحها السيد يماني في مراسم التوزيع ذكر بأن رعاية المعاقين والأسرة المحتاجة هي مسألة لا تترك الحكومة فقط، مناشدا كافة الجهات المجتمعية المساهمة بكل ما في وسعها. بدورهم أكد الأفراد الذين قدم لهم الدعم على جاهزيتهم لتحسين حياتهم المعيشية من خلال الدعم المقدم لهم. فاصل مشاهدينا ثم الأنباء على الصعيد العالمي. مرحبا بكم. قال مسؤولون ووسائل الإعلام في إندونيسيا يوم أمس الأحد إن أمواج مد آتية للسونامي قتلت أكثر من 200 شخص وأصابت المئات على جزيرتي جاوا وسومطرة في أعقاب انهيار أرضي تحت سطح البحر نتيجة لثوران بركان أنا كراكتاوا. وقال سوتوبو بورو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن مئات المنازل والمباني تعرضت لأضرار شديدة بسبب أمواج المد العاتية التي وقعت في وقت متأخر يوم أول أمس السبت عند مضيق سوندا، واضطر آلاف السكان إلى الانتقال إلى أراضٍ مرتفعة ولم ترد تقديرات عن عدد المفقودين. وسجل الصور عرضها التلفزيون لحظات اجتياح السونامي للشاطئ ومناطق سكنية في مدينة بانداغلانغ على جزيرة جاوا، حيث جرف في طريقه الضحايا والحطام وقطع خشبية ومعدنية كبيرة. ودعت سلطات السكان والسياح في المناطق الساحلية حول مضيق سوندا
للبقاء بعيدا عن الشواطئ، وأبقت على التحذير من ارتفاع المد حتى يوم 25 من ديسمبر الجاري. ذكرت وكالة الدمير أورين التركية للأنباء أن أنقرة سترسل تعزيزات إلى حدودها مع سوريا، مشيرة إلى أن نحو 100 مركبة بينها شاحنات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة تشق طريقها إلى المنطقة. وتأتي التحركات العسكرية بعد أيام من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان قال فيها إن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. وقالت الوكالة إن الرتل التركي المتجه نحو بلدة كلس الحدودية في إقليم خطاي في جنوب تركيا يشمل دبابات ومدافع هاوتزر وأسلحة رشاشة وحافلات تقل أفرادا من القوات الخاصة. وأضافت أن جزءا من العتاد العسكري والجنود سينتشرون في نقاط على الحدود في معبر البعض إلى داخل سوريا عبر منطقة البيلي. وتقع البيلي على بعد 45 كيلومترا من المدينة منبج في شمال سوريا، والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن. وتوصلت تركيا والولايات المتحدة في يونيو لاتفاق يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة، لكن تركيا شككت من تأخر التنفيذ. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس من السبت بمناسبة عيد الميلاد الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية في تشاد، حيث التقى أيضا الرئيس إدريس دبي. وقد التقى الرئيس التشادي إدريس دبي قبل أن يهنئ الجنود البالغ عددهم 1600 بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء في ثاني زيارة له من هذا النوع منذ تلك التي قام بها إلى النيجر قبل عام. وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا إلى قادة الوحدات البريطانية والأستونية والألمانية والأسبانية المشاركة في العملية. وبعدما أشاد بشجاعة الجنود قال الرئيس الفرنسي: هنا أجد عمليا واقع القرارات التي ينبغي علي اتخاذها في فرنسا. وبرحلته إلى تشاد يكون الرئيس الفرنسي قد زار كل من الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس. في قلب حفرة ضخمة في الأرض خلفها منجم سابق تفتتح الصين فندقا فاخرا على أطراف مدينة شنغهاي يمنح ضيوفه الأثرياء فرصة لنوم عميق لكنه مكلف. وبني فندق انتركونتيننتال شنغهاي وندرلاند ذو 18 طابقا داخل حفرة ويقع 16 طابقا تحت مستوى سطح الأرض، وتطل جميعها على ما تبقى من المحجر السابق، فيما يقع طابقان تحت الماء. وبدأ المشروع في عام 2006 فيما سهلت أعمال البناء في عام 2013، وبلغت تكلفة الفندق 288 مليون دولار. يتراوح سعر الإقامة في غرفة بإنتركونتيننتال شنغهاي وندرلاند القريب من مطار شنغهاي بين 530 إلى 860 دولار. ووصف ممثل اليونسكو الفندق المكون من 336 غرفة بأنه نموذج للتنمية المستدامة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.